كتير من باحثي الماجستير والدكتوراه بيبحثوا عن عنوان جديد او بيبحثوا عن متغير جديد، وكتير من طلبة الدراسات العليا بيبقوا عاوزين عنوان معين او متغير معين ومش لاقيين. انا النهارده جايب لكم البرنامج المصري للغة والتخاطب ونقدر نطلع منه عناوين ومتغيرات كتير. احنا دايما بننصح باحثي الماجستير والدكتوراه نصيحة، وهي رقم 1: قبل ما تختار العنوان بتاعك، قبل ما تختار متغير البحث بتاعك، لازم تتأكد ان العينة بتاعتك متوفرة. ما تروحش تختار عينة مش موجودة، تختار مثلا اطفال السم المكفوفين، هتلاقي سم مكفوفين فين؟ لكن ممكن اختار توحد، اعاقة عقلية، صعوبة تعلم، شلل دماغي الى اخره. رقم 2: لازم تتأكد ان البحث بتاعك ليه مراجع وليه دراسات سابقة، وانا مش لاقي له مراجع، موضوع جديد محدش اتكلم فيه قبل كده، محدش عمل فيه دراسات سابقة قبل كده، هتقف في النقطة دي. عشان كده في مشكلة دايما قتل بحثا دي دايما الاخصائيين بيسمعوها المشرفين بتوعهم. طب ازاي اتجنب ان انا اسمع الجملة دي؟ الحل ان انا ابحث عن عنوان او متغير جديد يبقى له دراسات سابقة، يبقى له مراجع، حاجة اكتبها في الاطار النظري، والعينة بتاعته يبقى متوفرة. الثلاث شروط دول متوفرين في البرنامج المصري للغة والتخاطب، لانك ينفع تشتغل بيه مع الاطفال العاديين، وينفع تشتغل بيه مع كل فئات الاطفال ذو الاحتياجات الخاصة، وينفع اشتغل بيه مع اطفال الروضة، وينفع اشتغل بيه مع باقي مراحل التعليم المختلفة. بالاضافة الى ان البرنامج المصري للغة والتخاطب متوفر معاه الاطار النظري بتاعه، وهو كتاب الشرح، تقدر تاخد منه الاطار النظري في الرسالة بتاعتك او في البحث بتاعك. بالاضافة الى ان الاحصاء بتاعته برضه متوفرة في كتاب الشرح. بالاضافه الى انك هتلاقي له دراسات سابقه كتير، في باحثين قبل كده ودراسات سابقه قبل كده استخدمت البرنامج المصري للغه والتخاطب مع الفئات المختلفه. السؤال هنا بقى، طب ايه هي الامثله للعناوين اللي ممكن استخدمها مع البرنامج المصري للغه والتخاطب؟ او ايه هي امثله العناوين اللي ممكن استخدم البرنامج المصري للغه والتخاطب فيها؟ طيب ممكن تدينا امثله على العناوين دي؟ مثال رقم 1: فاعليه البرنامج المصري للغه والتخاطب في تنميه الاستخدام الاجتماعي للغه لدى اطفال التوحد، اللي هم الاطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. العنوان رقم 1 ده انا ممكن اشيل الاطفال ذوي اضطراب طيف التوحد واحط مكانه الاطفال ذوي الاعاقه العقليه. ممكن اشيل الاعاقه العقليه احط الاعاقه السمعيه. ممكن اشيل الاعاقه السمعيه احط صعوبات التعلم. ممكن اشيل صعوبات التعلم واحط المتاخرين لغويا. اعاقه لغويه، اعاقه سمعيه، اعاقه عقليه، اي اعاقه مع الاستخدام الاجتماعي للغه مع البرنامج المصري للغه. رقم 2: فاعليه البرنامج المصري للغه في خفض حده اضطرابات النطق والكلام لدى الاطفال المتاخرين لغويا. ممكن اشيل كلمه المتاخرين لغويا احط مكانها ذوي اضطراب طيف التوحد. ممكن اشيل اضطراب طيف التوحد احط اعاقه عقليه، احط اعاقه سمعيه، احط صعوبات تعلم، احط اي اعاقه انا عايزها. رقم 3: فاعليه البرنامج المصري للغه في خفض حده الابراكسيا لدى الاطفال المتاخرين لغويا. نفس القصه، شيل المتاخرين لغويا حط اي فئه ثانيه. فاعليه البرنامج المصري للغه في تنميه مهارات الوعي الفونولوجي لدى الاطفال المتاخرين لغويا. ممكن اشيل بقى الوعي الفونولوجي احط اضطرابات النطق والكلام، الابراكسيا، مهارات اللغه التعبيريه، الحصيله اللغويه، مهارات الاستخدام. نفس الفكره، ممكن نشيل المتغير بتاع مهارات الوعي الفونولوجي احط مكانها مهارات اللغه التعبيريه، او احط مكانها مهارات اللغه الشفهيه، او مهارات اللغه الاستقباليه. المهارات اللغويه بصفه عامه ممكن اشيل اضطرابات النطق والكلام واحط مكانها زي ما قلنا الابراكسيا، اضطراب الابراكسيا. ممكن احط مكانها الاضطرابات اللغويه بصفه عامه. ممكن احط مكانها عسر القراءه. ممكن احط مكانها الفهم القرائي الى اخره. نفس الافكار اللي قلناها لباحثي الماجستير والدكتوراه هنقولها لمشاريع التخرج. انت لو خريج او لسه طالب في اي كليه من كليات التخصص وعاوز مشروع تخرج كويس، ممكن تاخد البرنامج المصري للغه والتخاطب تعمله مشروع تخرج على اي فئه من فئات ذوي الاحتياجات الخاصه او العاديين. ممكن تستخدم البرنامج المصري للغه والتخاطب كمتغير في الابحاث اللي بتبقى مطلوبه منك للحصول على ترقيه معينه. ممكن تستخدمه في الابحاث اللي بتتنشر في المجلات المختلفه، وكل ده هتلاقيه متوفر في البرنامج المصري للغه والتخاطب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.